جنب الإخوة القادة، قائد المنطقة العسكرية الخامسة، قائد محور مران، الإخوة قادة الألوية، قادة الوحدات، الأركانات، الإخوة المقاتلون الأبطال الحاضرون جميعا، سعد الله صباحكم في هذا الصباح المشرق، الصباح الجميل، الصباح المبشر بالنصر. هي مناسبة كذلك أن نشكر فيها بعظيم الشكر والإجلال والإكرام قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بملكها ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. هذه القيادة التي قدموا لليمن ولنا وللأمة جميل لا يمكن أن نرده مهما قدمنا من دماء، مهما قدمنا من أرواح، مهما قدمنا من تضحيات. هم نشد على أيديكم، ندعو كل قيادة الوحدات العسكرية والأمنية في هذا الاتجاه الاستراتيجي اتجاه مران. وأنا من خلال شرح الأخ قائد المحور في غرفة الإيجاز نورنا بكثير من المعلومات، ويعني أطلعنا على كثير من الخطط التي أنتم بتتدربون وتعدون وفقا لهذه الخطط، وأطلعنا أيضا على باقي الوحدات وباقي القوات الموجودة في الجبهات، وأيضا قادم أي قوة سوف تصل إلى هذا الميدان. أتمنى لكم التوفيق، التشمير عن السواعد، التنسيق لا يمكن أن تنجح قوة بمفردها بمعزل عن باقي القوات، ولكن كونوا كلكم كالبنيان المرصوص. استعدوا لمعركة مصيرية فاصلة، لن نقدم على أعمال مثل هذا دون أن نكون قد درسنا هذه الأمور بمكملها مع قيادتنا العسكرية والسياسية والقيادة العليا للقوات المسلحة، وكذلك قبل أن ننسقها مع إخواننا في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشريفة. مرة أخرى لا نطيل عليكم، نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم النصر، ونتمنى أن نلتقي منتصرين في صنعاء، وإذا التقينا شهداء في الفردوس الأعلى إن شاء الله. توفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باسمي وباسم قيادة محور مران والفرقة الخامسة لقوات الطوارئ اليمنية، وباسم زملائي القادة وقادة الوحدات ورؤساء الشعب والضباط وصف الجنود، نرحب بمعالي وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور محسن الداعري، رجل الميدان، رجل المعارك، رجل التخطيط. الجميع يعرف من جاء وزير الدفاع، الجميع يعرف، جاء من وسط الميدان، من وسط المعركة، من وسط الجبهة. هذا ما له على غبار. نرحب به، ونا يعني نريد يثق ويبشر على ان احنا جاهزين ومستعدين، واولا واخيرا النصر من عند الله، ولكن عدينا واخذنا بالاسباب للنصر الكبير، وستذكر كلامنا يا معالي الفريق، وستذكر كلامنا وستذكرنا، وأين الأيام القادمة، يعني أين سنكون وأين سيكون لقاءنا القادم معك بإذن الذي لا إله إلا هو. وكما أود على أني أشكر قيادة قوات التحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية والوطن الأول لجميع المسلمين على ما قدموا لنا يا معالي الفريق. والله لا أقدر أصفه في هذا المكان، ولا يقدر يجازيهم إلا الله وحده. أكرر ترحيبي بمعالي الفريق بقائد المنطقة الخامسة وبزملائي من الأشقاء السعوديين، اللواء طريق حفظه الله، والأخ نزال الغالي زميلنا في الميدان، والوفد المرافق لمعالي الفريق فوق العين والرأس. حضرتم آلاء ونزلتم سلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.